هلو يا جماعة، ايه الاخبار؟ انا رينا. النهاردة معايا اي فيلا روف للبيع، متشطبة بالكامل 3 ادوار في ماونتن فيو هاي بارك. قبل ما ادخل في التفاصيل اوعى تنسى سبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. خليكم معايا، اوعى تروحوا اي حتة. قرار شراء العقارات من أهم وأكبر القرارات اللي ممكن تاخدها في حياتك، لأن العقار ممكن يكون سبب في راحتك لو اخترت تسكن فيه، وممكن يكون مصدر دخل ويعود عليك بمكسب كبير لو قررت تستثمر فيه. البحث وتحري الدقة من أهم العوامل في اتخاذ القرار المناسب. باختصار، مجال العقارات بيحكمه حاجتين: بيع وشراء، بائع ومشتري. عالم العقارات مع رينا سليمان. طبعا يا جماعة، ماونتن فيو هاي بارك موجودة في أرض الهاي بارك، وبالأخص جنب الهاي بارك. امتداد شارع التسعين الجنوبي، كومباوند 200 فدان. يعني عايزة أقول 60% منه ساكن. طبعا ناس كتير مبتقولش ساكن، هنشوف دلوقتي. عشان بس في ناس بتقعد تقول ماونتن فيو مش ساكنة ومش عاملة ومعرفش ليه، يجيبوا الكلام منين برضو مش عارفة. كل الناس قاعدة هي عادي خالص. اهو ده تي بي اس، وده 72. طيب انا حبيت اوريكم بس لقطه صغيره كده، ان مش بس ساكنه، لا ده كمان فيها سيرفيس موجوده. غير المحلات اللي موجوده اسفل البرمونات، ودي حاجات دي احنا اتكلمنا فيها قبل كده في فيديوهات كتير. اللي محتاج يعرفها يرجع لفيديوهات ماونتن فيو. خلونا نتكلم عن الاي فيلا اللي احنا بنتكلم عنها النهارده، وهي اي فيلا 300 متر، متشطبه بالكامل اول سكن. الطبيعي في ال 300 متر او التايب ايه يا جماعه؟ ان هو بيكون في الدور الاول 3 غرف وليفنج. غرفة وسعناها بغرفة تانية، يعني غرفة الليفنج احنا اخدناها ووسعنا الغرفة الماستر علشان المساحات شوية بتاعت ماونتن فيو تحملها عالي. بصوا انا عجباني جدا الاي فيلا الصراحة، فخليكم معايا بقى هنشرح بالتفصيل دلوقتي كل حاجة في الفيديو. وزي ما قلت لكم سبسكرايب، واوعى تنسى تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. طيب احنا كده داخلين، اول حاجه بتقابلنا على ايدينا اليمين هو المطبخ. كان المفروض في الدور الثالث اللي هو يعتبر اول دور في الاي فيلا الروف، غرفه مربيه بالحمام. احنا فتحناها على المطبخ علشان يبقى في جزء كبير للمطبخ، كادوات تخزين وحوض والحاجات اللي اسفل الحوض، وجزء اخر اللي بشاور عليه دلوقتي ده بقى يعني فكرت ان هو يكون لكل الاجهزه، بحيث ان لو حد عايز يحط دايننج او حاجه في المطبخ يعني تبقى الدنيا مريحه معاه في المساحات الداخليه. الاي فيلا ما اتلمستش. السعر يا جماعه لقطه 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 لقطه، مش موجود غير عند رينا وبس، عشان كده دايما لازم تسال رينا. وده معانا حمام الضيوف. انا بحب الحمامات النظيفه جدا جدا، يعني تشطيب الكمان ده بعشقه صراحه. ندخل بقى، هنلاقي بقى ده السلم كده، انا بجيب بس شكله. المفروشات دي بره البيعه عشان تبقوا فاهمين بس. اوكي، طب ده الريسبشن. بصوا يعني المفروشات دي موضحه قوي ان الريسبشن ياخد 3 قطع ونص، وهتجيبه يعني بشكل تاني مختلف، او قصدي من زاويه اخرى. دي ماونتن فيو بقى من اعلى نقطه يعني موجوده في الاي فيلا. مباني جميله وشيك جدا جدا جدا، وديزاين ماونتن فيو الناس بتعشقه. بصوا ادي ليفنج اهو على ايدينا اليمين، وبعدين هيجي الصالون اهو كمان. ادي كده قطعتين، شمالنا السفره، واحنا داخلين في كده قطعه صغننه كده اللي هي بقيه السفره يعني. طيب هنطلع بقى السلم. اعتقد الفرش ده على قد ما هو مش منظم، بس هيقولك هتقدر تفرش ازاي، وهيديك المساحه الواقعيه. يعني قلت اخدها برضو كده مره من اعلى السلم. اول ما نطلع نلاقي في وشنا على طول حوض، وطبعا صرف بنسميه كيتشنات علشان لو في حد عايز يعمل سندوتشات. الاضاءه عندي معموله برضو. بصوا بقى اول غرفه معايا، والله يا جماعه الحيطه اللي على شمالنا دي يعني مساحتها 5 متر 80. يعني اللي عايز يعمل دراسنج مفيش احلى من كده. وده حمام.
ادي كده اول غرفة معانا ماستر. شفتوا ضلع على الحيطة اللي على شمالي قد ايه؟ طيب ده الكريدور شكله حلو قوي. قلنا نشوف الغرفة التانية، وهيكون معانا بلكونة خدمات اللي هي بقى بحط فيها حاجة زي منشر كده، واحط بقى الانشر الغسيل او الملابس يعني. اهي بلكونة صغننة كويس قوي، ممتاز. اي فيلا يا جماعة ممتازة ممتازة. انا اللي بهرني السعر صراحة، والسعر احنا عارفين هنعرفه ازاي. اسكرينا بقى على 031 او في بقى الويب سايت، في فيسبوك، تيك توك، انستجرام، كل حاجة موجودة. ده هيكون تاني حمام معانا. شفنا اول حمام اللي هو كان في الغرفة الماستر كويس، يعني احنا كان معانا غرفة ماستر، وشفنا غرفة من غير حمام اللي هي فيها بلكونة الخدمات. بوريكم بس شكل السلم عشان عاجبني انا، لان كل ده رخام عشان تبقوا عارفين، كل ده رخام. ودي هتكون الغرفة التانية يعني معانا ماستر بدراسنج. يعني كده عندي ماستر ونص، ماستر ونص. بصوا المفروشات بره البيع يا جماعة، ولكن المفروشات دي هتبين لكم قد ايه المساحة ممتازة لما احنا استغلينا غرفة المعيشة اللي في الدور الاول ووسعنا بيها بعض الغرف، وعملنا غرفة تانية فيها حمام. بصوا حمام بقى جميل، شيك شياكة، شيك شياكة مش طبيعية، يعني جميل بصراحة. يعني ما شاء الله ما شاء الله، يا رب اللي ياخدها بإذن الله يتهنى بيها بإذن الله إن شاء الله. يعني تشطيب ما شاء الله بصراحة، حاجة نظيفة وراقية ومتكلفة يعني زي ما بيقولوا. طيب ده بقى مكان الدراسنج، تشوفوا انا كده ده مكان الدراسنج. هلف بقى الكاميرا علشان بصوا بوريكم حتى الاضاءات اللي في الدراسنج يعني تحفه، عشان اوريكم بصوا الغرفه عامله ازاي. شوفوا المساحه، واخده كل حاجه، واخده بانكت ودولاب واتنين كمان وسرير، جميله. دي الحيطه دي اللي كانت مكانها الليفينج روم اللي انا بشاور عليها. طيب هنطلع الدور الثالث، ليفينج روم رائع. يعني احنا كده كناش محتاجين ليفينج روم تحت، ومع ذلك تقدر تعيد اعاده التاهيل، بس انا شايفه والله مش محتاجه. يعني انا شايفه مش محتاجه، خصوصا الدور ده كمان يا جماعه فيه حمام هوريه لكم، بس انا حاطه فيه شويه حاجات كده متخزنه. فلو احنا عايزين غرفه رابعه خليها اللي فوق وخلاص، ما احنا يعني الريسبشن موجود. الروف بقى حاجه انا بحبها قوي، بحب قوي ان انا يبقى عندي روف يمين وشمال. ليه؟ عشان يبقى كل جزء مختص ببعضه. في هنا الرخامه موجوده، الصرف موجود على فكره. حضرتك ممكن تعمل بقى فوق جاكوزي. اعتقد ان الحيطه اللي على الشمال دي مخليات مش باين خالص، فعندك خصوصيه عاليه جدا جدا جدا. شكل الشمس يجنن، فقلت اصورها لكم برضو عشان تعرفوا ان البيت ده تحفه. هنروح على الجزء التاني من الروف. يعني عندنا كده الروف يمين وعندنا الروف شمال. اهو ده الجزء التاني من الروف. عندي هنا صرف اهو، عشان بس لو حد بينظف مش عارفه ايه. الروف ده لما بيتحط في الارضيه نجيله صناعي بيبقى شكله وهمي 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 ما شاء الله. هوريكم دلوقتي مكان الباب الابيض ده باب الاي فيلا بتاعنا. هنطلع طبعا من اتنين، يعني عندي سلم داخل الاي فيلا وعندي باب خارجي. الباب ده بقى اللي هو مكانه التويلت، بس احنا مخزنين فيه شويه حاجات فهقفل بسرعه جدا. طيب عشان نعرف السعر، اسكرين 031 والدفع كاش بس يا جماعه. وهقول سعر ولا ربع جنيه بعدي، لان انا واثقه جدا في شغلي، واثقه جدا ان السعر ده مش موجود خالص تماما، عن ثقه يعني الحمد لله. وفي بقى الويب سايت www.yourhome-eg.net، والفيسبوك، انستجرام، تيك توك، ورينا سليمان، شركة سيرهم عقارات. بس اشوفكم قريب، باي باي.